بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. بص تفيلي كده اللمبة الحمراء دي بقى، شغال لي اللمبة الزرقاء، يعني إيه؟ احتفالا بنادي إنبي باللي عمله امبارح في استاد السلام في الدقيقة 90. بيقول لك الاستاد كان متغرق ناس، هيهاجموا مش عارف، يعني عشان يورونا إن النادي الأهلي ازاي عظيم بجماهيره، والجماهير هتملى الاستاد ويعرفوا الفرق ما بين الاهلي لما ما يروحش مباريات وما بين الاهلي لما يروح مباريات. بنبص على الاستاد مفيش غير 3 4 افراد قاعدين ومش طالع لهم صوت خالص لحد الدقيقه 90. هنيجي للكلام ده وهنخش معانا تفاصيل مهمه جدا، تفاصيل بص جايه من الديب ويب، احلى تفاصيل واحلى كان. قبل ما ندخل بس عندنا الفقره المحببه بتاعتنا، خلاص الناس طالباها والناس حبت ميشو، لان ميشو بيروق على كل واحد قليل الادب، عنده مبادئ النادي الاهلي. اي حد تلاقي عنده مبادئ النادي الاهلي تعرف ان هو ايه، يعني شخصيه، يعني مش هيتكلم ميشو، هيتكلم دلوقتي. قبل ما ندخل يعني ما بين المواضيع كده، عشان ما نزهقش ونضحك كده شويه برضو، هناخد فقره اللسوعه، تمام، بقياده ميشو. ناخد لنا واحد طب دلوقتي، وهيبقى هيتفضل اتنين، يعني ايه على مدار الحلقة ناخدهم برضو. هناخد بس اول واحد كده، الاخ سعد طه، شرطة اتش 6 اي. أهلين بالبوابين يا أبو ستة، بيبو وبشير بيبو والجول. ها. الخطيب رئيس جمهورية الأهلي الكبرى طلعت الحمراء ونادي القرن. اهري يا بوابين أيها الحاقدين، قلوبهم سوداء يا بوابين. ده الاخ سعد طه. ولا ميشو جايب لك واحد عنده مشكلة مع البوابين وهو صغير، عملوا فيك ايه يا ولد؟ ادوك 6، هات له 6 نبابيت، تمام، وفوق كل نبوت حط مسمار سبايك كده، ها، يعني 6 سبايك مع 6 نبابيت، واديله 6 فرقعه امبوله كمان ورا، خلاص من غير صوت بقى، ايه، خده على ايوه 100 100. خش جوه يا ابن النبوت، 100 100. خلاص يا جماعه، دي ايه، واحد كده كنا بنلسوعه بس في السخان عشان بيقل ادبه. الا ادبك، بص بص، الا ادبك تخش الميشو الا اذا كان بقى انت حابب ميشو بقى. بمناسبة ميشو يا جدعان، ادي لايك دلوقتي ايه في السخان كده قبل ما نبدأ في اي حاجة، واكتب رأيك في التعليق في اللي حصل من الانابيب امبارح ضد فريق حنفي للالعاب الرياضية. بص يعني هنروق عليهم والدنيا هتبقى. خش عليا باللايك الحنين عشان ميشو ما يجيلكش. 100 100. انا بهزر طبعا، ميشو ده للناس اللي امبارح يا جدعان فاجئنا ان النادي حنفي بيلعب كاس الرابطه. الله الله الله، انتوا يا جماعه مش كنتوا متخانقين مع الرابطه؟ ثواني بس ثواني. عايزين نربط الكلام. رابطه الانديه خصم للنادي الاهلي. ليه خصم للنادي الاهلي؟ عشان النادي الاهلي زي ما الولا البواب ده بيقول، سعد طه، الخطيب رئيس جمهوريه الاهلي الحمراء القلعه، ونادي القرن. فنادي القرن كان مخصم مع رابطة الأندية المصرية المحترفة. ليه؟ لأن نادي القرن كان عاوز حكام أجانب في مباراة القمة. يا تجيبوا لي حكام أجانب، يا إما لو ما خضعتوش ليا وقدمتوا تبجلات سوف انسحب من هذا الدوري المسرحية. شوف مين بيتكلم. رابطة الأندية يطلع، عم انت ما تشغل، بقول لك ايه، كلم حمو بيكا وهيجيب لك ناس حلوين. فالمهم ايه، سوحوا رئيس جمهورية النادي الأهلي كابتن محمود الخطير، على رأي الأهلاوية ما بتقول. ثواني بس، الكاميرا بتلف ليه كده؟ فكابتن محمود الخطيب زعل، وقال لك احنا هننسحب بقى خلاص طالما انتوا مش هتجيبوا لنا اي حد. طب نعمل ايه لا احنا خلاص بقى هنرجع.
لكاس الرابطه، يعني كاس الرابطه هيبقى اول المشوار في رجوعنا. طب يا ابني انت دماغك فين هنا؟ انا عايز اعرف بس، يعني انت حاططها بالمشقلب فين ورا ولا يعني مشو ولا مشو؟ دماغه فين الولا؟ انت هو ما بينطقش ليه؟ متكيف؟ بص الولا ابن، فحضرتك يعني دماغك فين لما تيجي تنسحب من حاجه منظماها الرابطه لحاجه باسم الرابطه اصلا؟ دي بطوله باسم الرابطه. ما علينا، فوجئنا امبارح بالمباراه قالوا لك هتشوفوا معنى جمهور الاهلي ايه، معنى جمهور الاهلي اللي هيغرق الاستادات، ومعنى المشاهدات والمؤتمرات الصحفيه، والناس هتبقى هتجري ورا هذا النادي العظيم العقيم وتخش عليه. ومش عارف مين بص امبارح في الماتش نشغل 3 4 افراد قاعدين، وكلمة السلام يعني مغطية عليهم اساسا في الاستاد ولا سامعين صوتهم. الراجل ان المخرج حط الميكروفون عندهم. طب يا جدعان سمعونا حاجة يا جماعة، يا جماعة قاعدين ولا اي اندهاش. تعرفش مين دول اصلا يعني مع الاحترام؟ ها الله الله الله. وفي الدقيقة 90 نادي الأنابيب بيفنجر مفاجأة فيهم وبيخش على الأسوعة، وأقول لك إحنا عشان بنلعب بناشئين. ناشئين حمزة علاء 84 سنة، كريم ندفت رقم 20 70 سنة. ده بص 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 حتى اما الجون دخل فيهم أصلا عامل إزاي. يعني في 10 واقفين على خط الجون، ها، غير اكرم توفيق كان جوه المرمى. 1 2 3 4 5 6. الفريم اللي بعديه هتلاقي كل اللي في منطقه الجزاء دول اللي هم الحمر رافعين ايديهم. تعرفش رافعين ايديهم على ايه؟ ايوه انا انا السبب في الهدف. ايوه 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 انا اللي ما غطيتش الاوفسايد. تعرفش في ايه يا ابني؟ مش اوفسايد يا ابني، انت حافظ انا مش فاهم. المهم هؤلاء الناشئين عمر كمال عبد الواحد 115 سنه، علي معلول 380 سنة، مين تاني؟ عمرو السولية طبعا بعد ما ادى شتم العيال في مدينة نصر، العيال الأهلاوية في قلب النادي. فدول الناشئين، هؤلاء الناشئين ما شكلهم بيحسبوا الناشئين عندهم يعني مش زي الناس الطبيعيين. سنة الولد ده عنده 10 سنين 15 سنة 16 سنة. يمين يامال عنده 17 سنة. لا هم بيحسبوا من فوق. 99 سنة 98 سنة 97 سنة 99 وهكذا. شكلهم بيحسبوا الناشئين كده. بيقول لك ناشئين ليه؟ طب هتلعب بناشئين ليه يا حبيبي؟ عشان احنا انسحبنا ومش عايزين نبين ان احنا ايه لجمهورنا، ان احنا رجعنا بكامل محيطاتنا وحبشتكناتنا عشان ما نبقاش شكلنا خلط ويعني شكلنا قدام الجميع نوش ورينا بالناس فين. يعني انتوا فاهمين؟ يعني مش عايزين نبقى حنفي، فلازم نهبل ونعبط عشان احنا عندنا توتة رافعينها ومكبرينها على الناس. فلازم يعني ما نبقاش طبيعيين ونعتذر ولا اي حاجه، لا نفضل رافعين التوتة. وخدت التوتة على يعني فجروا فيها انبوبه امبارح من نادي الانابيب متزيل الدوري. ولسه 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 اللي جاي اكتر. وهنشوف بقى حاجات وحبشتكنات بمناسبة الحبشتكنات ولا ميشو غور بقى الولا ده بقى وديه اي حتة تانية. نايم نايم فين؟ على البوابة 100 100. معانا الاخ بشير علي 3871. بقول لك ايه الاخ ده؟ يا جماعة محدش يرد بالله. سيبك الراجل ربنا معاه، واضح انه عكبري ككر، بس نادي ديرو خمرجي وقمعة والغسيل تبقى جماهيره ايه؟ اعمل بلوك واخرج يا اهلاوي. ده الاخ بشير علي ولا ميشو جايب لك عيل سايت اعداديه ويعني ما عدتش عليه لغه عربيه ولا جرامر بتاعه ولا اي بتنجان. تاخده تدخله المدرسه والفصل كده
ها، وتديله دروس في ازاي يتكلم ويعرف اللغه العربيه. ايدك خرزانه، لسوع تلبنتينو، خش جوه يا ايوه، افتح ايدك، افتح رجلك، اعبطه، ايوه نيمه على بطنك. انا مية مية. داخل يقول لك خمرجيه وبتاع. انت ايه، انت سكران ولا ايه؟ يخرب بيت الدماغ. بس كده يا جماعه، فاخد اللي فيه النصيب يعني، والانابيب فرقعت فيه، والدنيا كانت حلوه ومية مية. استمروا على كده. النادي الاهلي يجب ان يستمر على هذا المنوال، واذا انسحب قبل مباراة بيراميدز او اثناءها فسيذهب الى دوري المظاليم في الدرجة الثانية. بيقول لك في لوايح ومش روايح والدنيا ايه. المهم الكلام ده بعدين نحتفل نحفل. هيقول لك انتوا متعادلين مع مش احنا ما عندناش فرقة اصلا. انت احنا مش هنزعل من احنا ما عندناش فريق اساسا. يعني تعادلنا مع مش عارف مين، ومين كسبنا ومين حط علينا. اديك شايف اخويا، لا عندنا فريق ولا عندنا دكة ولا عندنا اي حاجة. ما رحناش جبنا لعيبة بملايين الدولارات، ها، وتيجي تقول لي جبنا بن شرقي. ما جبناش بن شرقي. جبنا ما جبناش ايمان عاشور. جبنا ما جبناش ايه، ولا عندنا اي حاجه. احنا ماشيين ببركه ربنا كده، ببركه دعاء الوالدين وبركه الكابتن حسين لبيب، شكله بيدعي ليه ما تعرفش، وبعبط يعني رئيس الحمراء. فقرارات يعني اللي بتطلع من حضرتك او مش عارف ايه، لا نعلم. احنا ماشيين كده ايه، تاتا تاتا خط العتبه. فما تجيش تقول لي طب انت عملت يابا، احنا ضايعين. احنا ما نستحقش نكسب امام الجونة، ها، ولا عملنا هجمة قدام الجونة، ها. بس ما تجيش تقول لي هدف اللي احنا جبناه اوف سايد. هدخلك لميشو يعمل لك مصيدة التسلل جوه، يعني ما تسوقش فيها. الف مبروك على نادي انبي متزيل الترتيب. الف مبروك على كابتن ايمن الشريعي. يا رب بس ما يعني ما يدفعناش حق الجون اللي جابه ده. يعني ربنا يستر. بس كده كان معاكم مرتضى، اشوفكم على خير ان شاء الله. وتشيل لايك الدعم. إيه، لسه عامل صفحه جديده على الفيسبوك معلهاش اي بتنجان، فلو حابب يعني خش اديني اي حاجه على الفيسبوك. يعني لو عايز دعم، مش عايز دعم ادي لايك هنا قبل ما تطلع. لو ما اديتش لايك ميشو حضر نفسك، في ناس بتتابع من غير ما تدي لايك. يعني واصلين لاخر الفيديو ولسه ما عملوش اشتراك ولا حبشتك كمان. خش حاول نشوفك على خير ان شاء الله. سلام. ام بي بيوجعني من ام بي